اشهر غلطة ناس كتير بتعملها كل يوم ان هم بيستخدموا المسكنات على اساس انها حلاوة، مثلا صداع ياخد مسكن، الم في الظهر ياخد مسكن، برد ياخد مسكن، مجهود في اليوم بياخد مسكن برضه، لحد ما الواحد يكتشف فجأة ان عنده بعد الشر التهابات في المعدة، قرحات في المعدة، او حتى انيميا والواحد مش واخد باله. وده لان مش دايما المسكنات هي الحل زي ما ناس كتير فاكرة وناس كتير بتستسهل. وتعالى اقول لك معلومة مهمة جدا وخطيرة. واحد من اشهر الاسباب اللي بيعمل انيميا نقص حديد في الرجاله خصوصا بالذات، وهو انه بيحصل نزيف بسيط مزمن في المعده او الجهاز الهضمي، ممكن تبقى نقطه او نقطتين في اليوم كله، بس على المدى البعيد بتعمل مشاكل كبيره. ومن اشهر الحاجات اللي بتسبب كده هو الاستخدام المفرط للمسكنات، بالذات مجموعه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي بالعربي مسكنات ومضادات الالتهابات الغير استرويديه. وهحط لك صوره بالمجموعه دي والامثله في الشاشه هنا. والادويه دي وظيفتها الاساسيه 3 حاجات: بتساعد على تخفيف الألم، وخافض للحرارة، وتقليل الالتهابات. طيب ازاي بقى المسكنات دي بتضر المعدة؟ الموضوع ببساطة ان المسكنات دي بتقلل من مواد اسمها البروستاجلاندينز، والمواد دي من شغلها انها بتحمي بطانة وجدار المعدة. فلما الحماية والمواد دي تقل، جدار المعدة يبدأ يضعف، ولما يضعف بيحصل التهابات في المعدة وقرحات او نزيف زي ما قلنا. يعني المسكن مش لازم تاخده يوقعك مره واحده او يعمل مشاكل مره واحده عشان يبقى اسمه خطر، لا، اوقات الخطر بيبقى جاي ببطء وهدوء جدا من غير ما تحس بيه، وانت فاكر انك بتاخد حبايه عاديه او مجرد مسكن بس عشان الالم. طيب امتى تبدا تشك ان المسكنات بدات تاثر عليك وتسبب لك خطر؟ لو عندك واحد او اكتر من الاعراض اللي هقولها لك دلوقتي. اول حاجه وجع او حرقان في المعده، تاني حاجه في غثيان او قيء، تالت حاجه انتفاخ او لخبطه بعد الاكل، رابع حاجه في دوخه او هبوط او في تعب مستمر. وكمان لو عملت تحليل انيميا ولقيت في مشكله او نقص في الهيموجلوبين، هنا لازم تقف وتفكر: ليه بستخدم مسكنات؟ وبستخدمها ليه على الفاضي والمليان؟ وبستخدمها بعشوائيه ولا لا؟ لان للاسف في ناس كتير بتستخدمها بشكل عشوائي بدون اي تشخيص من دكتور، من غير جرعه مظبوطه او فتره محدده، بيستخدموها من دماغهم من غير اصلا ما يسالوا انا ليه عندي الوجع ده وبيتكرر عليا. علشان خلي بالك من الجمله الجايه دي: المسكن بيسكن الالم مش بيعالج المرض او المشكله. يعني انت لما بتاخد مسكن بتقلل الالم اللي بيظهر من مشكله معينه، لكن انت لسه في مشكله محتاج تعالجها ومحتاج تروح تكشف عليها عشان ما تتكررش كتير. مين بقى الناس اللي لازم يكونوا حذرين جدا مع استخدام المسكنات؟ اول ناس اللي عندهم تاريخ التهابات او قرحات في المعده، او مثلا حد من قريبهم عنده نفس المشكله. تاني حاجه كبار السن. تالت حاجه اللي بياخدوا ادويه تانية زي ادويه السيوله. رابع حاجه لو حد عنده امراض كلى، امراض في القلب، ضغط، سكر، وهكذا. وطبعا من اخطر الحاجات اللي بياخدها على معده فاضيه، بالذات مجموعه الادويه اللي قلنا عليها. ومش معنى كده برضو ان اي التهاب في المعده يبقى بسبب مسكنات، لا، في اسباب تانية كتير، زي مثلا اشهر حاجه برضو جرثومه المعده، او بسبب عادات غذائيه خطا. لكن المسكنات من اشهر الاسباب وبنشوفها كتير جدا برضو. طيب ايه الحل بقى دلوقتي؟ يعني تعمل ايه بعد كل الكلام اللي سمعته؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه، ما تاخدش مسكن كعاده يوميه من نفسك ومن دماغك، ولو الالم بيتكرر دور على السبب، ما تسكنش العرض او الالم بس. ويفضل لو عندك اي مشكله بتكشف عند دكتور وهو بيرشح لك الدواء المناسب، او لو في مسكن هيكتبه لك بجرعات معينه ولفتره معينه، مش استخدامه خلاص كل ما تحس بالم. وكمان الدكتور بيرجع ويشوف ايه المشكله الرئيسيه اللي سببت الالم ده وبيحاول يحلها. وما تنساش، هكرر الجمله دي تاني: المسكنات مسكن للالم ومش علاج، مش هتعالج المشكله. وده فرق كبير جدا، لان انت ممكن تكون بتخفي مشكله كبيره مش بتحلها، انت مجرد بتخفيها. ولو انت من الناس اللي بتاخد مسكنات كتير، ممكن تكتب لنا في الكومنتس تحت ايه الانواع اللي بتستخدمها وبتستخدمها قد ايه، وهل في اعراض ظهرت معاك ولا لا، عشان نشاركها مع بعض ونفيد بعض. وما تنساش، جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.